لا وقت للحب. بتيجي كبسة والبوليس بيدخل عليهم وبيحصل تبادل إطلاق النار والدنيا خربانة، وكل رصاصة طايشة بتيجي في حتة غلط وبتخبط حاجة في المكان اللي هم فيه بتطلع دخانة مكانها. بس هنا بيبان إن مكان الرصاصة فيه كبسولة موجودة من الأول عشان يطلع منها دخانة، كأن الرصاصة هي اللي عملت كده. لورد اوف ذا رينجز. باقي الشجرة راح فين؟ بيلموا عزلهم وبيبتدوا يسيبوا لفلوريان، وكل واحد فيهم بيشوف له معدية يركبها. وفي لقطة من اللقطات بتبان شجرة في النص أطول من الليلة السوداء، لكن في لقطة تانية بتبان نفس الشجرة، لكن المرة دي بتبان سمسون صغير. ده لأن الشجرة غير حقيقية واتبنى منها يدوبك 6 متر، وباقي الشجرة كانوا بيكملوها باستخدام الCGI زي ما عملوا في اللقطة دي كده. لكن اللقطة التانية نسيوا يكملوا فيها الشجرة. مطب صناعي. بعد ما أحمد حلمي بيلم الناس من القهوة ويفهمهم إنه بوليس وبياخدهم في عربية علشان يزرعوا الصحراء، وفعلا بيزرعوها، أحمد سعيد عبد الغني بيولع في الأرض. بس هم طبعا مش هيولعوا في الأرض بجد عشان يصوروا الفيلم، فحطوا كونتينرز صغيرة فيها مواد قابلة للاشتعال مستخبية وسط الزرع وما تبانش، عشان هي اللي تبقى طالع منها النار ويبان إن الأرض بيولعوا فيها بجد، لكنها بتبان فعلا في اللقطة دي بوضوح. الجزء الأول، جيكسو حبسه في الأوضة دي وقفل عليه وقلعه هدومه والجزمة ودهن جسمه كله بمادة قابلة للاشتعال، وكمان ملى الأرض كلها أزاز مكسر، وكمان اداله سم. بس عشان هو قلبه حنين حط الحاجة اللي توقف مفعول السم في الأوضة بس جوه الخزنة دي، والرقم السري بتاعها مكتوب على الحيطان بس وسط آلاف الأرقام العشوائية. والمفروض إنه يدور على الرقم قبل ما الشمعة اللي في إيده تخلص، لأنها مصدر الضوء الوحيد، وكمان لو خلصت قبل ما يطفي الشعلة والنار لمست جسمه هيتحرق ويموت. وبشكل ما مفروض هو يطلع من كل ده، وإن اللعبة دي معمولة عشان يعرف يقدر قيمة الحياة بعد ما يطلع. هيطلع إزاي من كل الليلة السوداء دي؟ ما علينا. المهم، وهو بيدور على الرقم السري بنشوفه لابس جزمة في رجليه مع إنه المفروض حافي. حصل خير. الشقة اللي سكنت فيها قمر وأختها المفروض إنها فوق، زي ما بيقول صاحب البيت هنا مثلا. السمسار جاب حد للشقة اللي فوق، أو زي ما بنشوفهم طالعين على السلم لما بييجوا يسكنوا، أو لما بيحاولوا يخلوها تسيب الشقة فبيقولوا هيطلعوا لها، أنا اللي هطلع أمشيها. أو لما بيغفلوا مراتاتهم وبيتسحبوا واحد ورا التاني بنشوفهم بيطلعوا فوق. بس بنلاحظ هنا في مدخل العمارة إن الشقة الأرضي دي بابها شبه باب شقة قمر. ماشي، وارد يحصل، بس لما بتفتح لهم الباب بنشوف وراهم درابزين السلم طالع. عادي، هما ما قالوش إنها الدور الأخير. بس جنب الدرابزين بنشوف باب الأسانسير، وكمان الورقة المتعلقة عليه اللي حطها صاحب البيت في أول الفيلم واللي بتقول الأسانسير عطلان. الشقة اللي فوق اللي مفروض ساكنة فيها قمر اتصورت في الشقة اللي في الدور الأرضي اللي هي دي. ذا ماسك. كاميرون بتضرب القناع بالشلوت وبتخليه يطير في الهواء، كله بيحاول يلحقه، ومن ضمنهم مايلو كلب جيم كاري. مايلو بيلبس القناع عشان يتحول، بس واحد من رجالة الراجل الشرير بيمسكه من رجليه عشان ما يلبسهوش، بس مايلو بيعرف يلبسه وبيتحول فعلا. بس أثناء ما الراجل كان ماسك الكلب من رجليه بيظهر الدوبلير بتاعه وهو ماسكه بداله، والدوبلير ده في الحقيقة هو مدرب الكلب ولابس نفس البدلة اللي كان لابسها الممثل ده عشان يعرف يعمل اللقطة دي. العميل رقم 13. في آخر الفيلم الضابط نبيل الحلفاوي بيتكلم مع إيمان وبيحاول يقنعها تقول أي اعتراف عن العصابة، وإن الاعتراف ده ممكن يخلي موقفها أحسن. بتشاور عقلها ولسه بتقرر تتكلم، واحد من العصابة من فوق السطوح بيديها طلقة بتجيبها الأرض. بس قبل ما بيتضرب عليها بالنار بيبان على قميص إيمان الدم المزيف من قبل ما يتضرب عليها نار. Gone with the Wind. أحداث الفيلم بتدور أيام الحرب الأهلية الأمريكية وعصر إعادة الإعمار. الحرب الأهلية الأمريكية امتدت من سنة 1861 لحد سنة 1865، وعصر إعادة الإعمار
كان من سنة 1865 لحد سنة 1872. بيظهر في مشهد من الفيلم وهو مشهد بداية اندلاع الحرب الأهلية عمود نور في الشارع. لحد هنا مفيش مشكلة، بس عمود النور بيظهر جواه لمبة كهرباء. أول مدينة اتنورت بالكهرباء في أمريكا كانت بعد ما توماس إديسون افتتح محطة بيرل ستريت سنة 1882، يعني في لحظة اندلاع الحرب. ومروراً بأحداث الفيلم كلها اللي امتدت ل 12 سنة ما كانش فيه كهرباء. بئر الخيانة، واللي خد باله من الخطأ ده وبعته محمد حسن. هنا مراته بتقول له يا أبو جمعة. تسلم لي يا ابو جمعة. بس هنا وهو بيقول لها إنه ما بقالوش عيش هنا ولازم يسافر، وابنه بيكلمه بيقول للولد يا خميس. هرجع لك يا خميس. جوراسيك بارك، اللقطة اللي بتجيبه وهو بيدخل الكرفان بيكون ده حجمه، أبعاده بالكتير 2 متر في 6 متر. في اللقطة اللي بعدها اللي بتجيب الكرفان من جوه بيبان إنه أكبر بكتير من اللي ظهر في اللقطة الخارجية اللي قبلها، وإنه مستحيل كل الحاجات دي تسعها الكرفان ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عايزين تشوفوا أخطاء أفلام تانية ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.